لو سنك اتخلع وبتدور على حل ثابت وطبيعي كأنك مفقدتش سنك أصلا، فزراعة الأسنان ممكن تكون الحل المناسب ليك. الفيديو ده هنجاوب فيه على كل الأسئلة اللي بتدور في بالك عن زراعة الأسنان، وهنوضح لك مميزاتها وعيوبها ومين ينفع يعملها ومين لأ. أولا، يعني إيه زراعة أسنان؟ زراعة الأسنان هي عملية بنركب فيها دعامة من التيتانيوم داخل عظام الفك، وبعد كده بنركب عليها تاج عبارة عن سن صناعي. الزراعة بتدي إحساس طبيعي كأنك مفقدتش السن أصلا، وكأنها سن حقيقية 100%، وبتفضل معاك سنين طويلة جدا. طيب، هل زراعة الأسنان مؤلمة؟ العملية بتتعمل تحت بنج، فمش هتحس بأي ألم، والبنج مبقاش كلي، لأ، بنج عادي موضعي زي اللي بتاخده لما بتروح تحشي أسنانك، فمش هتحس بأي ألم وقت الزراعة. بعد العملية ممكن تحس بشوية وجع أو تورم زيها زي أي عملية، لكن ده بيتعالج طبعا بمسكنات ومضادات حيوية. طب ايه الفرق بين الزراعة والتركيبة العادية؟ الزراعة بتكون حل دائم، زائد انها بتديني شكل طبيعي جدا وبتحافظ على العظم. التركيبات ارخص بس مش ثابتة، ممكن تتحرك، واحيانا ممكن نضطر ان احنا نبرد الاسنان السليمة الموجودة جنب الفراغ. طيب، مين ينفع يعمل زراعة ومين لا؟ ينفع لو انت عندك صحة كويسة عامة، او لو عظم الفك بتاعك كويس وكافي، وتكون محافظ على نظافة الفم بتاعك. ما ينفعش لو عندك امراض مزمنة زي السكر من غير تحكم، ولو مدخن بشراهة، لو عندك هشاشة عظام او مشاكل في التئام الجروح. طيب، ايه هي الممنوعات بعد زراعة الاسنان؟ ما ينفعش ناكل على الزرعة اول يومين، نبعد عن الأكل الصلب لمدة أسبوع، بلاش تدخين لمدة أسبوعين على الأقل، ونحافظ على غسيل الأسنان بفرشة ناعمة. طيب، هل الزراعة غالية؟ الأسعار بتختلف حسب العيادة والدكتور ونوع الزرعة ذات نفسها، لكن في مصر تقريبا بتبدأ من حوالي 6000 ل 15000 جنيه للسن الواحد. الأسعار دي ممكن تزيد لو محتاج مثلا تحط عظم أو إشاعة معينة. في ناس ساعات لو السن بتاعك لسه مخلوع ومكان السوكت لسه محفوظ، ده ممكن يساعدنا إن احنا نحط الزرع على طول بعد الخلع. فأنت لو عندك مثلا جذر فاضل في العظام، ما تخلعهوش دلوقتي إلا لو هتروح تزرع، فتخلعه وتحط الزرع على طول. ده بيحافظ على مكان السوكت بدل ما احنا نقعد نخرم في العظم ذات نفسه. الزراعة احنا بنبدأ ان احنا نحط المسمار التيتانيوم ده جوه عظام الفك. ممكن تاخد من حوالي 30-60 دقيقة في ان احنا نحط الموضوع، ولو هو دكتور متخصص في الموضوع وشاطر ممكن ياخد يعني تلت ساعة. الزرعة بتحتاج وقت عشان العظم ده يلتئم فيها، بيعملها كأنها روت لسنة طبيعية يبدأ يلتئم فيها، فده بيحتاج من 3 ل6 شهور. عشان كده انت بتروح تحط المسمار وبعد كده تستنى 6 شهور، تروح للدكتور تاني يبدأ يتأكد ان العظم ده موجود والتحم في السنة والعظم بتاعي يتكون بنسبة كويسة، يبدأ يفتح تاني ويحط بقى المسمار اللي بيتحط فوق الزرعة عشان يتركب بعديه الكراون. الحقيقة انت ممكن تفتكر ان دي عملية مخيفة وصعبة، ده هيحفروا في العظم وكده، بس الموضوع فعلا ما بيتحسش بيه خالص وقت العملية، لانك بتكون تحت تأثير البنج، والعملية بتبقى سهلة وخلاص. الناس كتيرة بقت بتشتغل الموضوع ده، وبقت نسبة نجاحها عالية جدا. فنسبة نجاحها بتعدي فوق 95%، بس لازم تكون محافظ على نظافة بقك كويس. لو في عدوى أو الزرعة ما ثبتتش كويس ممكن يحصل فشل، وده طبعا نادر جدا. الخاتمة بتاعتنا دلوقتي ان بعد ما عرفتوا كل حاجة عن زراعة الأسنان، شاركوني في التعليقات هل فكرتوا تعملوها قبل كده أو جربتوا الموضوع ده. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد عن صحة الفم والأسنان. ولو عايزين أي حاجة قولوا في الكومنتس وأنا هرد عليكم. ومع السلامة.